السلام عليكم، ازيكم يا حبايبي؟ يا رب دايما تكونوا بخير. لو اول مره بتشوفوني ما تنسوش تشتركوا عندي في القناه، وكمان تحطوا لي لايك وتكتبوا لي كومنتات حلوه كتير زيكم، شجعوني ان انا اعمل لكم فيديوهات احلى واحلى. وصلوني بقى يا جماعه 1000 مشترك، وصلوني. الفيديو بتاعنا النهارده سهل وبسيط ان شاء الله. هعمل معاكم اللفت المخلل وكمان الجزر، مش اللفت بس، هيبقى لفت وجزر. تمام. اول حاجه كده بجيب اللفت، انا كنت جايباه بالورق بتاعه، يعني انا كنت شاريه كده. في ناس بتحشي ورق اللفت ده، بس انا الصراحه عمري ما دقته، يعني انا عمري ما دقته. مامتي وكده ما كناش بنعمله خالص، بس انا بشوف ناس بتعمله، مش عارفه يعني. فكرت ان انا اجربه، انا عندي الورق وفكرت ان انا اجربه. اول حاجه هقطعه كده زي ما انتم شايفين في الفيديو. الحته الخضراء اللي انا سايباها في اللفت ده هخللها برضو، بيبقى طعمه حلو مش وحش. تمام. هجيبه بقى حلو، هغسله كويس قوي بفرشه علشان اشيل منه الطين اللي بيبقى فيه. وبعدين هبدأ ان انا اقشره واشيل منه اي حاجة. يعني انا بشيل القشرة البيضة دي اللي لونها بنفسجي دي، انا بسيبها زي ما هي، ما بشيلهاش. تمام، عشان بتديله لون حلو. ولو في اي حاجة، يعني اي حتة وحشة كده، ببدأ ان انا اشيلها زي ما انتم شايفين كده في الفيديو. بغسله مرة واتنين، وبغسله حلو قوي علشان ما يكونش فيه اي طين ولا اي حاجة. تمام. زي ما انتم شايفين كده بقشره بالسكينة. هو اللفت تقريبا دلوقتي بيخلص، انا تقريبا جايه متاخر صح؟ انا عملت قبل كده بس خلص، يعني كنت عامله برطمان عندي بس خلص، فقلت بقى اجيب كمان شويه اعملهم بقى لرمضان، وكمان اصوره لحبايبي اللي لسه ما عملوش مخلل يعملوا. تمام. حتى لو برطمان صغير كده لرمضان بيبقى حلو يعني. ولو جبتي ليفت، انا ده اللي انا لقيته في السوق، بس الاحسن ان انتي تجيبي الليفت اللي هو المدور، مش الطويل ده. انا كنت جايباه الصراحه وخايفه منه، يعني انا قلت انا هجيبه خلاص كده كده. كانت الست بتقولي ان الرابطه ب5 جنيه، يعني الشويه دول ب10 جنيه، فقلت مش هكتر، هجيب دول بس عشان لو كان وحش خلاص هيترمي ومش هعمله. بس انا يعني ما شاء الله لقيته حلو مش وحش خالص. تمام. فانتي لو لقيتي جيبي المدور احسن من ده، بس هو ده برضو كان حلو. كده انا خلاص نضفته وغسلته مره واتنين وتلاته حلو قوي، ودعكته بالفرشه زي ما انتوا شفتوا. الاخضر ده بقى هبدا ان انا افصصه كده علشان برضو بيبقى بينه طينه، يعني بيبقى من جوه كده طينه انت مش شايفاها. تمام. زي انا بعد ما فصصته كده هاخده تاني اغسله مره تانية، وهقطع اللفت كده زي ما انتوا شايفين بالقطعه اللي هي بتعمل زجزاج، بتدي شكل فظيع في المخلل. ممكن تقطعيه بالسكينه عادي لو ما عندكيش البتاع دي وريحي دماغك يعني. قطعي بقى بالطريقه اللي انتي عايزاها وتحبيها يعني، متقفيش على حاجه. هو كده كده في الاخر كله بيبقى مخلل يعني، بس انا بقول علشان الشكل. البتاع اللي انا كنت بقطع بيها اللي ايدها خشب دي حلوه، بس انا ما بقطعش بيها عشان ما بتعملش زجزاج واضح. يعني شايفين الموضوع وصل معايا لحد فين؟ كده بعد ما خلصت الكميه كلها وشطفتها تاني حلوه قوي، هرش بقى عليها كده معلقه ملح، وهسيبها تقريبا مثلا ربع ساعه مع نفسها كده، مش كتير. هقلب بس الملح فيها كويس، وهسيبها كده في مصفى، واحط تحت المصفى طبق او احطها في الحوض، يعني عشان هي هتنزل ميه. هنا بقى كان معايا جزر، ده كان حوالي تقريبا كيلو الا ربع جزر. انا الصراحه كنت ناويه هقطعه برضو بنفس طريقه اللفت يعني. كنت ناويه ان انا اعمل كل حاجه لوحدها، يعني اعمل ده لوحده ده لوحده. بس لقيت البرطمان عندي كبير ما كانش صغير، فقلت وكميه اللفت كانت صغيره فهتبقى كتير قوي على البرطمان الصراحه يعني. فقلت خلاص احطهم هما الاتنين مع بعض، كده كده الموضوع مش هيبقى فارق كتير يعني. انا هنا بوريكم يا جماعه ان دي بتعمل زجزاج واضح ودي مش واضح. شايفين انا المرحله يعني الموضوع وصل معايا لحد فين؟ بصوا دي الميه بقى اللي نزلت من اللفت، الميه دي انا برميها. تمام. هنا بقى انا كنت خلصت كميه الجزر، هقلبهم كده على بعض، وبعدين هحطهم بقى في طبق، وهبدا بقى اعمل ميه المخلل. وكان عندي كده كام واحده فلفل حراق برضه هحطها معاهم. هنا بقى كان معايا حوالي 2 لتر ميه تقريبا، خدوا مني 5 معالق ملح. برضو انتي بتدوقي يعني هما تقريبا خدوا معايا 5 معالق ملح،
وهحط كمان معلقه سكر. السكر ده بيخلي معاكي المخلل بيفضل مقرمش ما بيكونش طري يعني. 5 معالق ملح على لترين ميه. وحطيت معلقه سكر، وحطيت ربع كوبايه خل، وعصير ليمونتين، عصرت ليمونتين عليه، ونص معلقه شطه اختياري. تمام. الملح ما تحطيش ال5 معالق كلهم مره واحده، علشان الموضوع بيختلف من نوع ملح لملح تاني، فانت دوقي. يعني انت مثلا حطي في الاول 3 معالق، وبعدين قلبيهم ودوقي. لقيتي ان هو محتاج تاني حطي، مش محتاج خلاص. تمام. هو تقريبا دول خدوا معايا 5 معالق ملح ومعلقه سكر وربع كوبايه خل و2 عصير ليمونه ونص معلقه شطه. تمام. هقلبهم كده كويس مع بعض. وهنا كمان جبت واحده بنجر، هبدا ان انا اقطعها، بس الاحسن ان انتي تبشريها، علشان انا قطعتها ما ادتنيش اللون الاحمر اللي انا محتاجاه، اللي بيبقى حلو في مخلل اللفت ده، فرجعت بشرتها تاني. تمام. كده اهو زي ما انتوا شايفين، انا كده رجعت بشرتها زي ما انا قلت لكم. فانت من الاول بشريها وخلاص، هتديكوا لون حلو. مش موجوده عندك يعني خلاص تمام، مش مشكله، ما توقفيش نفسك. حط شويه بابريكا هتديكي برضو لون كويس، بس مش نفس لون البنجر يعني. هنا بقى كنت خلاص ضفت كميه الميه على المخلل، حطيته في البرطمان وحطيت عليه الميه، وهقفله بقى كويس، وهفتح عليه كده تقريبا بعد 5-6 ايام كده يعني، او اسبوع. هو المخلل اللفت بيستوي بسرعه، فالموضوع مش هياخد وقت يعني. بس يا حبيبي هات زي ما انتوا شايفين شكل المخلل اهو. انا تقريبا كنت بعمله سيشن يعني، من جمال لونه. شايفين لون الميه عامل ازاي؟ اسيبكم بقى في رعايه الله، وان شاء الله اشوفكم في فيديو جديد. وما تنسوش تحطوا لي لايك وتشتركوا عندي في القناه، وكمان تكتبوا لي كومنتات تشجعوني. وزي ما قلت لكم نفسي اوصل 1000 مشترك، نفسي بصراحه امنيه حياتي اوصل 1000 مشترك، والقناه بتاعتي بقى فعاله، واحس ان انا فيديوهاتي كده ما بتروحش يعني هدر. يلا بقى اسيبكم في رعايه الله، مع السلامه.